السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يا حبايبي بإذن الله عايزين بإذن الله كده نعمل مع بعض رز بالكاري، بس مش رز بسمتي، رز عادي خالص. الرز غالي على الناس مش عارفين يعملوه، او عيالهم نفسهم فيه ومش قادرين يجيبوه، يعملوا رز عادي. ايه المشكلة؟ غسلت الرز وخليته زي الفل وهنحطه في الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي محمد. احطه كله وارجع لكم اقول لكم هنحط ايه عليه. يا حبايبي حطيته كله، نقلبه بقى في الزبده شويه لما يتغلف كله بالزبده بامر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يتغلف كله اهو بالزبده. نبدا نحط عليه ايه بقى. طبعا احنا النار بتاعتنا وسط، لا هي عاليه ولا هي واطيه، وسط. طيب نحط عليه ايه بقى؟ نحط عليه اهو معلقه المعالق دي معالق كبيره يا جماعه، معلقه كركم، معلقه كبسه، معلقه بهار فراخ، ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه قرفه. اهي يا حبايبي حطيت عليها مقدار الشوربه. هنغطي عليها بقى ونسيبه يستوى بامر الله عادي خالص، اكنك بتطبخي اي رز عادي خالص. ونشوف بعد كده باذن الله هنعمل له ايه ونحطها عليه. بصوا بقى يا حبايبي، انا سخنت الزبده، الوعايه سخنه والزبده سخنه، وهقوم حاطه فيها الزبيب وهي سخنه كده. طبعا انا دلوقتي طافيه النار علشان الزبيب ما يتحرقش. تمام، احنا هنحطه كده ونشوحه في الزبده اهو. طبعا الزبيب ده انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت على ايدي، كان زبيب نوعين، حتى هتلاقوا واحده طويله وواحده قصيره، بس هو كان زبيب عنب احمر. تمام اهو. انا ولعت النار تاني علشان لقيت الزبده مش درجه الحراره اللي انا عايزاها. انا عايزه درجه حراره الزبده سخنه ان هي تخلي الزبيب ينتفخ شويه معايا. بس وطيت النار، فتحتها تاني بس وطيتها. اول ما هنلاقيه بدا يكبر هنقوم شايلينه بسرعه من الزبده عشان ما يتحرقش. بسم الله. طبعا انتوا شايفينه احمر، هو لونه كده، هو لونه احمر اهو. شايفين دي اهي بدات تنتفخ اهي. ايوه كله هينتفخ مع بعضه دلوقتي اهو. بسم الله. اول ما كله يبدا ينتفخ كده ابدا اشيله بسرعه من الزبده. اهو كله كبر اهو يا جماعه، شايفينه كله كبر اهو. اهو كله ما شاء الله ما شاء الله كله كبر اهو. هبدا اشيله من الزبده، صفيه من الزبده كده، اخده في طبق. كده تمام، انا خدته كله ما عادش حاجه. ابدا احط بقى ايه، فول سوداني انصاص مع شويه بندق وشويه لوز كده كانوا فايضين عندي. طبعا لو مش عندك مش مهم خالص، هو اهم حاجه عندنا دلوقتي الفول. برضو احنا مهما كان بنعمل اكله الغلابه ملهاش دعوه باللي انا حطاه ده، لا لوز ولا بندق. المفروض طبعا اللوز والبندق بيتحط مع
الرز البسمتي، بس انا عشان كان عندي فايضين فقلت لما احطهم معاه. طبعا احنا كده بنحمصهم مع بعض في الزبدة، برضو نفس الزبدة. في بقى ناس بتحط عين الجمل، في ناس بتحط كل حاجة بقى انت عايزة تحطيها في المكسرات بتحطيها، بس انا اللي عندي بحطه واللي في متناول ايدي بحطه. مش شرط يعني اعمل زي حد او احط زي حد. اهو يا حبايبي اشيله بقى عشان ايه كده هو اتحمص اهو، واحطه على الرز واقلبه. بس انا قبل ما احطه على الرز طبعا انا بخصم شويه رز، برضو في ناس عندي متحبش المكسرات على الرز، فانا هخصمه الحق بس اشيله علشان ما يتحرقش. اهو يا حبايبي حطيتها على الرز الزبيب والفول واقلب كله في بعضه، وبعدين باذن الله نجرف بالف هنا باذن الله. الطعم هيعجبكم جدا جدا جدا. ادي الرز اهو يا حبايبي غرفناه زي العسل، جميل ما شاء الله. وحمرنا جنبه بانيه بقى جميل كده. والف هنا، متنسونيش لايك سبسكرايب تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.